تعال نعمل مع بعض كعك العيد. هنعمل كعك العيد بكل تفاصيله بدون أي افتكاسات ولا زوايد ولا أي حاجة، كعك زمان. عندي هنا 2 كيلو دقيق، انت ممكن تستخدمي كيلو أو 2 براحتك خالص. أنا هنا استخدمت 2 كيلو دقيق. كل كيلو دقيق حطيت له معلقتين سكر بودرة، يعني كل كيلو دقيق خد مني معلقتين سكر بودرة، وخد مني باكو من الفانيليا. ده بديل ريحة الكحك، اللي حابب يضيف ريحة الكحك يضيفها براحته، بس أنا ما بحبش استخدم أي حاجة من بره. استخدمت الفانيليا كبديل لريحة الكحك، بحبها جدا في الكحك. هقلب السكر والفانيليا بالدقيق بالشكل ده، وهعمل حفرة صغيرة في النص. ولكل كيلو دقيق استخدمت 4 معالق من السمسم. انا استخدمت 4 معالق من السمسم، مديهم تحميصه بسيطه. انت ممكن ما تستخدميش سمسم خالص، ممكن تستخدمي 2 براحتك انت، بس انا بحب السمسم كتير في الكعك. لكل كيلو دقيق استخدمت له 4 معالق كبار من السمسم، تحميصه بسيطه. وحنزل في النص بالسمسم بالشكل ده. عندي على النار كيلو سمنه بلدي، الناعم بيحب السمنه البلدي. كيلو سمنه بلدي. اول ما تقدح معايا كويس جدا بالشكل ده، بنزل على الدقيق معايا واحده واحده عشان بيكون سخن جدا، يعني ممكن لا قدر الله يعمل حريق في الايد. هبدأ أقلب بمعلقة خشب بالشكل ده لغاية ما أخلي السمنة تغلف كل الدقيق، لغاية ما السمنة تغلف كل الدقيق معايا بالشكل ده. لازم الدقيق كله يبقى متغلف بالسمنة. هبدأ أقلب بالشكل ده، وبعد كده هشيل المعلقة الخشب معايا، ولغاية ما ايدي تستحمل الكحك هبدأ أبس. أهم مرحلة في الكحك إنك تبسي كويس جدا، ما تيأسيش وما تزهقيش. يعني فضلي بس كده من حركة ربع ساعة لتلت ساعة وانتي بتبسي. مرحلة البس دي هي اللي بتنعم معايا الكحك. هبس كويس جدا زي ما انتوا شايفين اهو معاكم، خطوة خطوة. بعد ما اخلص بس شايفين ازاي بعد ما بس الكعك، شايفين ازاي بيبقى زي حبيبات الرملة. ده المطلوب معايا. عندي هنا كوباية حليب. كوباية الحليب هضيف لها معلقة خميرة فورية، ومعلقة بيكنج باودر معلقة صغيرة. يعني لكل كيلو كعك نص معلقة صغيرة خميرة فورية ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر. هنا أنا استخدمت معلقة ومعلقة. دوبتهم في الحليب بالشكل ده، وبنزل على الكحك معايا. أنا هستخدم تاني طبعا كوباية حليب. هبدأ هقلب بالشكل ده، ما بعجنش خالص. اوعي تعجني عشان لو عجنت بيقلب معاكي بجرس، والعجينة بتبقى ناشفة خالص معانا. انا يا دوبك بلم بصوابع. وادي كوباية تاني. بس انا استخدمت الدقيق بتاعي. كل كيلو دقيق خد مني كوبايتين من السوائل، سواء حليب سواء مية. انا خد مني بس كل نوع دقيق بيفرق بصراحة في السوائل. فانت استخدمي واحدة واحدة بالكوباية بالنص لغاية ما توصل للقوام المظبوط. انا هو لمهم كويس جدا، هو بالشكل اللي انتوا شايفينه كده القوام مظبوط معايا. هختبر العجينه. اول ما تعملي كوره بالعجينه وتضغطي عليها كده وما تشققش منك كده، العجينه مظبوطه الحمد لله. هغطي العجينه بتاعتي واسيبها بس ترتاح حوالي ربع ساعه مش اكتر. ما تخليش الكحك يرتاح كتير، هي بتفاعل الخميره معاه. هسيبه يرتاح حوالي ربع ساعه، وهعمل العجميه بتاعتي. هتعملي عجميه في البيت من غير اي مجهود ومن غير ما تشتري. لو حابه تشتري ملبن او عجوه او اي حاجه من بره براحتك خالص. دي عجينه يعني حشوة اقتصادية جدا، هتعمليها في البيت بمكونات في البيت. معلقتين سمنة عليهم معلقتين دقيق. أول ما يدوني اللون الذهبي بنزل بمعلقتين سمسم. وهنا 4 معالق من المكسرات، أي نوع مكسرات عندك. أنا استخدمت فول ولوز. انت أي نوع مكسرات استخدميه. هبدأ أقلب فيهم لغاية ما يدوني اللون الذهبي الحلو. ما تخليهوش يغمق منك عشان ما يمررش. لون ذهبي يكون جميل كده ولون حلو. هنزل عليهم بنص كوباية نص مج من العسل الأبيض. ده نص مج من العسل الأبيض على المكونات اللي أنا قلتها. دي أحلى عجوة، دي عجمية جميلة جدا وحلوة. يعني هتعمليها بمكونات في البيت لو مش حابة تشتري أي حاجة من بره. ولو حابة الكعك سادة خالص تمام كده. عملت العجمية بتاعتي يا دوبك تغلي غلوة واحدة، ما تضغطيش عليها في الغلوة عشان ما تشدش معاكي وتنشف جوه. يا دوبك بديها غلوة، وبعد كده بخليها في طبق خارجي عشان تبرد معايا بسرعة، واكورها كور صغيرة. هسيبها ترتاح حوالي 5 دقايق كده عشان تبرد معايا، وبعد كده هبدأ أشكلها قبل ما تنشف مني. هعملها كور صغيرة كده على قد الكعك بتاعي. هعمل كور صغيرة اهو شايفين معايا، سهلة جدا وبسيطة. وبعد كده الكعك ارتاح معايا، هبدأ أشكل الكعك بتاعي. اهو شايفين ازاي مظبوط وزي الفل معايا، ما فيهوش اي تشققات. يبقى كده العجينة ناجحة 100%. هبدأ أشكل الكعك زي ما انتوا شايفين معايا اهو. طول ما انت بتنجشي الكعك بالشكل ده وما بيتقطعش منك ومش ناشف كده، العجينة تمام خالص. يعني مظبوطة وزي الفل ان شاء الله. انجشي النكشة اللي تحبيها براحتك خالص. هعمل واحدة معاكم تاني اهو.
هوريكم ان النكشة مظبوطة، والحمد لله العجينة مظبوطة وزي الفل معايا، مفيش اي تقطعات معايا ومش بتشقق ولا اي حاجة. اهو معاكم النكشة حلوة خالص، وكمان الكحك لما بيستوي النكشة بتفضل موجودة، دي بيبقى 100% مظبوط. اهو النكشة حلوة خالص. بعد كده بعمل النوع التاني اللي ببدأ أعمل كور في النص فتحة في النص بالشكل ده، وبحط الحشو بتاعي اللي أنا معايا، وهعمله بشكل تاني عشان ايه أبقى عارفة، ما مش هنجشه ده، هعمله بالشكل التاني عشان اللي عايز محشي، اللي عايز بالعجوة يعني ياكل، واللي عايز ايه سادة ياكل، كل واحد يبقى عارف ده ايه بشكل تاني عشان يبقى معروف. بعد ما اخلص كل السجان بتاعتي بحط الساج الاول اللي انا بدأت فيه في الفرن سخنة طبعا على 180 هضيفه فيه. واللي بيكون محشي ما تخليهوش يطول في الفرن عشان ما ينشفش منك، خليه على درجة حرارة 190 وما ياخدش وقت كتير عشان ما ينشفش الحشو من جوا، سواء ملبن او عجمية او عجوة او اي حاجة. ده بعد ما استوى معايا وطلع معايا واللون زي الفل، بس الكاميرا ظلمة اللون، شايفين ازاي جميل جدا وناعم وزي الفل، المقادير مظبوطة ومعايا وزي الفل معايا. اهو الكمية دي عملية ال2 كيلو، ما شاء الله. انت بتشتري الكيلو من بره بمبلغ، لكن لو عملت كيلو دقيق واحد بيديلك حوالي 2 كيلو من الكحك. كيلو الدقيق الواحد هيديك 2 كيلو، يعني دول ما شاء الله 2 كيلو دقيق عملوا لي حوالي 4 كيلو من الكحك دايب وجميل جدا، وعاملاه على ايدك، وشايفة النكشة ازاي موجودة زي ما هي. أتمنى لو استفدتم من الفيديو وعجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والمتابعة، وأسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.